مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: قرار السماح بفتح الحمامات يوميا بعد 3 أشهر من الإغلاق. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. قررت السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات إنهاء قرار إغلاق الحمامات والرشاشات التقليدية الذي كان معمولا به في أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء، وأعلنت السماح بفتح أبوابها يوميا اعتبارا من الأربعاء 23 أكتوبر 2024. وأوضح الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات أن هذا القرار جاء بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر، حيث كان يسمح للحمامات بفتح أبوابها 3 أيام فقط في الأسبوع. ومع هذا القرار الجديد ستعود الحمامات إلى نشاطها الكامل بعد توقف طويل. يذكر أن السلطات كانت قد أغلقت الحمامات المرة الثانية في غشت الماضي استنادا إلى توجيهات وزارة الداخلية بسبب أزمة نقص المياه الحادة الناجمة عن توالي سنوات الجفاف. وأعلنت السلطات المحلية عن إبلاغ أصحاب الحمامات بإمكانية استئناف نشاطهم اليومي، كما أشار مسؤول محلي إلى أن هذه الخطوة ستشكل دعما مهما لأرباب الحمامات الذين واجهوا تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية.